السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بتكلمني عن مشاكل بتقابلها في تربية الحمام. أول مشكلة وأهم مشكلة إن الحمام مرة واحدة بيقطع بيض عند صاحبه. بيكون الحمام شغال كويس وبينتج، وبتلاقي مرة واحدة قطع بيض وطول في التريح، أو بيبقى فيه مثلا مشاكل إن الحمام بيحصي حصواية واحدة. تمام. وفي مشاكل كتيرة ان الاهالي بتطرد البيض من تحتيها. فاكتر من مشكلة ومشاكل كتيرة جدا في تربية الحمام. بس على فكرة هي مش مشاكل على قد ما هي بتبقى المشكلة انت سبب فيها بنسبة كبيرة. طيب، ازاي موضوع الحمام، او ازاي يبقى الحمام كان شغال وبينتج ومرة واحدة يقطع بيض؟ يبقى كده العيب مش في الحمام، او انت كده في مشكلة حصلت خلت الحمام يقطع بيض. خلينا في البدايه كده نتكلم ان قطع البيض عند الطيور فتره طويله بيبقى ليه اسباب يا جماعه، اسباب مرضيه. وفي ساعات بيبقى فيه اسباب في البيئه، او في الاكل، او في نظام التربيه عامه. لان يعني رقم واحد، الحمام كان بينتج ومية مية، الا يخليه يقطع بيض الا اذا كان حصل له خلل. طيب خلينا نبدا في البدايه كده. اول حاجه يا جماعه، الامراض والفيروسات والسالمونيلا دي كفيله ان هي تخلي الحمام يقطع بيض، خاصة السالمونيلا. لأن السالمونيلا ده فيروس بينشط ويتكاثر على عنقود البيض، فده بيعطل الإنتاج، وبيبقى ليها كورس علاج طويل. فدي من أهم المشاكل اللي بتخلي الحمام يتأخر عندك في الإنتاج. زائد يا جماعة إن السالمونيلا بتبقى في الأهالي، فحتى لو الأهالي اتعالجت، او بيبقى في ساعات حمام مناعته عاليه يبقى عنده المرض وبينتج، خلي بالك ان الحصى بتاعه مش هيكون كويس، او هيموت، او حتى لو طلع الزغلولتين وفقسوا، بمجرد ما الاهالي تلبي الزغاليل بتنقل معاها المرض. فطبعا زي ما احنا عارفين ان الزغاليل ما عندهاش اي مناعه، فبالتالي اللي الزغاليل دي بتموت منك. فرقم واحد، انت بتعلي مناعه الحمام بتاعك، وبتعالج طيورك. طيب، بيبقى في زي مشاكل وراثيه، في التهابات، في حاجات، في اورام في القناه بتاعه المبيض. تمام. فدي كلها برضو بتمنع عندك الانتاج. طيب نيجي برضو مشكله كمان، الناس اللي بتقعد تخلي الحمام ينتج انتاج كثيف، وبتقعد تحلب الحمام بالحصى وتحضن. الناس اللي عندها حمام زينه بتقعد تشيل الحصى تحط الحصى تحت اي حضان، وتخلي النت يتبيض كتير كل 20 يوم وكل 15 يوم، تقعد تاخد حصوتين. فانت كده سعادة الباشا، انت يعني انت بتعجل باستنزاف عنقود البيض. انت كده بتخلي يدخل الطير لمرحله توقف على الانتاج لحد ما يعمل عنقود بيض جديد، لان انت سحبت العنقود القديم. تمام. فدي كده تاني مشكله او تالت مشكله. طيب تالت حاجه او رابع حاجه، عدم شعور الطير بالامان. تمام. عمر كده الطير ما هيشتغل لو في عندك فيران، وفي عندك عيال صغيره داخله خارجه، وفي عندك مربي فراخ مع الحمام، في عندك دوشه. فكده بالعكس كده، ده انت كده الحمام ممكن يهرب منك. تمام. طيب في برضو حاجه مهمه جدا يا جماعه، الطيور المسنه او الطيور العواجيز او النتي العجوزه دي، طبيعي تلاقي عندك الانتاج هيقل وهتقطع عندك بيض. بس خلي بالكم، الحمام العطال ده يا جماعه كنز. يعني مش معنى ان هو اتوقف على الانتاج، حمام العطال ده والله العظيم 3 حمام كده بالبرد افهمهولكوا، تحط تحتيه اي حصوتين هيرد عليهم ويحضنهم وياكلهم. تخيل يبقى عندك جوز حمام كده، تديله اي حصوتين هيحضن عليهم ويعني ويحافظ عليهم ويطلعهم لك زغلولتين. فده كده حاجه يعني اللي عنده حمامتين حضان، اوعى يذبحهم او اوعى يبيعهم او اوعى يعني يفرط فيهم. لا ده مش بينتج، لا ده انت دول يا باشا عندك بتحط تحتيهم اي، الناس القديمه اللي فاهمه، الناس الغواي اللي فاهمه يعني ايه حضان عندك عطال، تحط له اي حصوتين في اي وقت هياكلهم لك ويكبرهم لك ويحصل. وده خبره بقى، يعني ممكن 3 حمامات هيطلعهم لك، 4 هياكلهم ويطلعهم. فده حمام كويس جدا. طيب الحمام اللي جاله روشه او جاله سالمونيلا او جاله نيوكاسل، الحاجات دي كلها بتوقف الانتاج عندك، لان دي كلها دي فيروس. فطبعا عشان نعالج الكلام دوت بنرفع المناعه، وبندي روباديار ده علاج بيطري، وفيتامينات وفيتامين سي، وبندي اسبرين، وبندي سيلينيوم والف د 3 ايه. فدي كلها فيتامينات بترفع معاك المناعه. تمام. طيب نيجي برضو المشكله كمان يا جماعه، اللي هي بتبقى نقص الكالسيوم الحاد. يعني ايه نقص الكالسيوم الحاد؟ اللي هو خلاص، اللي هو انت صباح الفل
الحمامه النتايه ما فيهاش اي كالسيوم، فكده هتقف بيض وهتاخر معاك البيض. وخلي بالكم يا جماعه ان الكالسيوم بيبقى معاه فوسفور معاه بوتاسيوم، فالحاجات دي كلها مرتبطه ببعض. طيب علاجها ايه بقى يا كبير؟ زي ما احنا عارفين بننزل فيتامينات دايما باستمرار، نهتم بالتحديق، نهتم بالكلفه المتوازنه. تمام. طيب السبب السادس او السابع الديدان. الديدان يا جماعه بتوقف البيض وهتزعلك، تمام، وهتبهدل معاك الدنيا وتخلي الحمامه شقفانه وتخلي الزغاليل تعبانه. طيب علاج الديدان اللي قلنا البنداكس البشري 3 سم على اللتر. لو بتعالج جماعي بتعالج 3 ايام ورا بعض، وبتكرر الجرعه بعد 14 يوم عشان خاطر نقتل اليرقات. وبعد كده بننزل بمطهر معوي، وبننزل بعد كده بخل تفاح 5 سم على اللتر ميه. ولو انت عايز تكمل الجرعه صح بتنزل بالفلاجيل، تمام، 3 سم على اللتر لمده يومين. وبعدها بتنزل بقى بالخماير بتاعتنا الخميره والفيتامينات. كده خلاص انت كده عملت كورس ايه محترم، عالجنا ديدان وعالجنا معوي ورفعت المناعه ونزلت خماير. وبتجيب بقى اقراص كالسيوم دي 3 اف او اي نوع كالسيوم بقى عندك، بشري او بيطري، واي نوع فيتامين، وبتديه للحمام سواء باقراص في الفم على طول او في الميه. تمام. فكده انت كده ايه في برضو ديكال بشري ده مهم جدا للحمام. تمام. وده الجرعه بتاعته نص قرص في البق لمده 4 ايام، وده استخدمه يومين مفيش مشكله. طيب في برضو حاجه مهمه يا جماعه، في ناس كتير مش فاهماها او مش واخده بالها. انخفاض الاضاءه يا جماعه عند الحمام اقل من 15 ساعه في اليوم لازم الحمام يكون واصل له اضاءه، ويفضل يكون شمس، يعني اضاءه الشمس اضاءه النهار. في ناس مخبيه الحمام في دوار ارضي وفي مساقط وفي اماكن ما بتشوفش اشعه الشمس. فانت ساعات الباشا عوض الكلام ده، بتقيد لهم نور، بتحاول تظبط لهم انت ايه يعني مصدر اضاءه ثابت. تمام. ويفضل كل فتره تعرض حمامك الشمس، يعني ده يفضل، لان الحمام محتاج الشمس. اي كائن حي يا جماعه ما يقدرش يعيش من غير الشمس، زي الميه زي الاكل. تمام. طيب القلش يا جماعه او نتف الريش، القلش بيبقى ده طبيعي حاجه من عند ربنا، والحمام بيغير ريش كل فتره، فطبيعي ان هو بيريح. وفي حمام ما بيريحش، في حمام بيبقى عنده القلش وبينتج، وفي حمام بيريح يقعد له شهر 40 يوم يريح مفيش اي مشكله. طيب في ساعات المربي بينتف الريش، الشباب الصغير او الناس اللي مش فاهمه بتنتف الريش دي، انت كده بتبهدل الدنيا عندك، بتقلل الانتاج يعني مش هقول سذاجه منك او نقول بقله خبره منك. محدش يا جماعه ينتف ريش الحمام يعني على قد ما تقدر. تمام. انت كده بتوقف الانتاج وبتزعل النتي، او تعوض الكلام ده بكالسيوم او فيتامينات او بكلفه كويسه، بحيث يبقى النتايه تقدر تطلع الريش الجديد وفي نفس الوقت تعرف تنتج وما تزعلكش في حاجه. طيب نيجي برضو المشكله كمان ايه استخدام المضادات الحيويه على الفاضي وعلى المليان بكثافه. ده بيهد الطير وبيوقف انتاج البيض. بطلوا يا جماعه استخدام مضادات حيويه. انا والله العظيم واحد من الناس ما بدخل مضاد حيوي عندي، انا اخري شويه الديدان، علاج الديدان، على شويه الخل، تمام، على شويه الفيتامينات اللي هو الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي هي بتاعه الفراخ البيضاء. بجيب حاجه اسمها مالتي فيتامين من شركه غنام. ده مالتي فيتامين دوت حاجه نظيفه حاجه محترمه. هبقى يعني انا عامل لكم حلقه يعني موجوده على القناه عن على الفيتامين ده شغال بيه. بجيب اللتر او بجيب طبعا بجيب لتر عشان عندي الكميه كبيره. طيب انت ممكن تجيب 10 سم او 20 سم، ده يا باشا حاجه ممتازه جدا حاجه محترمه. تمام. ودي برضه يا جماعه مشكله كمان، الكلفه اللي هي بروتينها ضعيف. تمام. مش هتخلي الحمام زي مثلا انت كده واحد معلش ما بتغذاش كويس، واحد عنده فقر دم، واحد عنده انيميا، فما تستناش منه حاجه. تمام. وبالمره برضو الكلفه اللي فيها بروتين عالي جدا وفيها دهون وفيها بتزود عندك ايه الدهون حوالين المبيض زي الذره الصفراء والذره، او ان انت بتاكل كميات كبيره. خلي بالكم يا جماعه برضو، واحد بيقول لك انا اقعد اكل فرحان الحمام بياكل عنده، انت كده بتضر الحمام يا باشا، انت كده بتسمن الحمام، بتليس الحمام بالبلدي. تمام. فهي كل حاجه سبحان الله بتبقى يعني خير الامور الوسط، ولا تجوع الحمام قوي ولا ترمي له اكل بفتره قوي. انت كده دي كلها حاجات بتزعلك وبتعمل عندك مشاكل. فانا حوالي اتكلمت كده في 10 اسباب بيخلي الحمام عندك يقطع البيض. فعلى قد ما تقدروا يا جماعه بتبقى في مشاكل خاصه بالمربي، وفي مشاكل بتبقى في الوراثه وراثيه، وفي مشاكل في التربيه. فعلى قد ما تقدروا يا جماعه تحاولوا برضو يعني تراعوا حاجاتكم، العمليه سهله
ومش مش قصه يعني. تمام. فبتمنى لكم يا رب الخير كله، ولو في اي اسئله او اي حاجه تحت امركم في التعليقات. و انا عايز اطول، بس انا مش عاوز وقت الحلقه يطول، عندي كلام كتير عايز اقوله او في معلومات عايز اقولها، بس خلينا نكتفي كده بالفيديو دوت، وان شاء الله ادينا مكملين مع بعض. واللي عايز نعمل له حلقه على موضوع معين عايز اتكلم فيه يكتب لي اتكلم له فيه، او الم له الدنيا فيه على قد ما اقدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.